يا جماعه انا كنت في اسكندريه ولسه جاي من اسكندريه، انا خدت كميه تريقه وتنمر من الناس الاسكندريه لا توصف قسما بالله. وانتوا ليه يا جدعان بتعاملونا كده؟ يعني انتوا ليه اسكندرانيه بتعاملوا اي حد جاي لكم من بره اسكندريه على اساس ان هو من التتار ولا من المغول ولا ان احنا جايين نحتل بلدكم؟ ده الناس جايه تقضي يومين، ليه بتعاملونا كده؟ يعني احنا ازاي يعني جايين نبوظوا؟ ازاي احنا جايين نبوظ بلدكم؟ ما اسكندريه دي بلد مصريه، يعني دي بلد مصريه زيها زي المنيا زي القاهره، يعني انتوا مش في اسينا ولا في اليونان، انتوا بلد مصريه قسما بالله. وعادي نجيلكم، والله عادي نجيلكم ونقضي ايام عندكم، لان احنا بشر، يعني احنا بشر من نفس الدوله، كلنا مصريين، انتوا مش معاكم جنسيه تاني. يعني كل ما حد يقابلني واسال حد سؤال في اسكندريه اقول له يا صاحبي اروح هنا منين؟ يقول لي يا اخويا انت فلاح، انت جاي تبوظ بلد. يعني ايه جاي ابوظ بلدكم؟ يعني ايه فهموني بس، يعني ايه؟ يعني انا ابوظ بلدكم ازاي؟ يعني هو انا فيروس؟ يعني ايه احنا جايين نبوظ بلدكم؟ كل ما اقول لحد يا اخويا اروح منين يقول لي يا اخويا انت فلاح. يا عم ايوه انا فلاح، انا مش عارف اوصف لي يا عمي. وبعدين ايه الفلح ان انا بسالك سؤال، وايه الفلح ان انا جاي اسكندريه؟ يعني انت شفتني جاي اسكندريه وماسك في ايدي مثلا معزتين وبقرتين وجاموستين؟ يعني شفتني راكب على حماره مثلا ما اقول لك والنبي يا ولد خال وديني البحر؟ يا عم انا بسالك سؤال عادي. واحد تاني بقول له طريق البحر منين؟ قال لي يا اخويا انت جاي تبوظ البحر بتاعي. يعني ايه البحر بتاعك يعني؟ والله قال لي كده، قال لي انت جاي تبوظ البحر بتاعي. يعني ايه بقى البحر بتاعك؟ انا ما فهمتهاش. بتاعكوا ازاي البحر لا اللي هو البحر الابيض المتوسط اللي بيعدي على 25 دوله بيجي بتاعكم انتوا؟ يعني ايه؟ يعني سيدك كان فاضي زمان راح قال لما راح اشتري جراتين بحر راح اشتري فدانين ميه يقول لي يعني المحيط الاطلسي عمك؟ يعني انا مش فاهم يعني ايه البحر بتاعكم؟ يعني وانت اخر يوم مروح كده بتملى براوتين ميه وبتاخدهم معاك براوتين بحر؟ يعني البحر بتاعك ازاي؟ يعني معاك بيع وشراء انا مش فاهم والله. واحد قال لي كده فعلا، قال لي ما تنزلش البحر بتاعنا عشان ما تبوظوش. ابوظ البحر ازاي يا عم؟ هو انا نازل اشخ فيه؟ انا مش هنزل البحر اصلا. وبعد ده كله الاقي بتوع اسكندريه بيقولوا ايوه لنا الحاج اصل اسكندريه مش مصيف. يعني ايه بقى اسكندريه مش مصيف؟ يعني انتوا عندكم بحر ازاي؟ ما المفروض ان احنا ناس تصيف. يعني انتوا عندكم بحر، المفروض نعمل ايه في البحر ده؟ المفروض نيجي نحج في اسكندريه نطوف حوالين الجلعه نسحب بين المندره وسيدي بشر. البحر المفروض نصيف. البحر خلق في كل دول العالم من المصيف ما عدا انتوا. مش عارف خلق البحر اللي كان اتكتب باسمكم. والله العظيم يعني كميه تنمر رهيبه. بسال واحد اقول له اروح الجلعه منين وانت فلاح يا اخويا؟ طب يا عم اللي فيها انا ماشي، انا فلاح لان انا مش عارف الطريق ماشي قشطه، انا جاهل بس مش فلاح. بسال واحد تاني يا كبده الفلاح منين؟ يقول لي يا اخويا هو كبده الفلاح دي الاسكندرانيه ما بياكلوش من كبده الفلاح، الفلاحين اللي هم بياكلوا من كبده يا عم انا مالي يا عم؟ ده اشهر محل كبده عنده اسمه الفلاح، انا مالي يعني؟ انتوا بتقولوا انا فلاحين واشهر محل كبده عنده اسمه الفلاح، فليه بتتريقوا علينا؟ ليه جاب لنا حلو يا اخوانا؟ عيب يعني انت لو جيت المنيا عندنا في مره بقول لك ما تشربش من نهر النيل اصل ده بتاع جد حتمس، هقول لك الاثار ده بتاع خالي الملك توت عنخ امون، هقول لك كده؟ بالعكس قسما بالله. ولا اقول لكم ايوه خلاص احنا نتعامل كده، مش البحر بتاعكم احنا مش هننزل فيه خلاص، نهر النيل بقى بتاعنا، نهر النيل بيعدي من على المنيا ما تشربوش منه، تمام؟ الاثار دي ما تتفرجوش اي حاجه في المنيا مالكوش دعوه بيه. الطماطم كل البطاطس، احنا عندنا البرجال والبلد الوحيده اللي بتصدر بطاطس للعالم كله، ما تاكلوش بطاطس عشان البطاطس دي بتاعتنا، البطاطس اللي في مصر كلها بتاعتنا بتطلع من المنيا، مش احنا فلاحين. كل ما اسال حد كنت فلاح اخويا؟ انت ايه الفلح ده اخويا؟ يا عم ايه الفلح في كده يا اخوانا؟